أنا تركت كل شيء عشان الكورة، بس الكورة يعني حبها طغى عن حب الديزاين. يعني في اللي كذا اللي أوف كيف لعبة كورة قدم، أنت إيش إنه أبغى أوصل للاحتراف. استقلت من الهندسة عشان الكورة، يعني المرة الأولى ضحيت بالكورة، المرة هذه ضحيت بالهندسة. أنا مريم، ألعب في نادي الهلال، مركزي ألعب محور. من زمان، من وأنا صغيرة ألعب كورة. كنت أتمنى يعني نوصل إحنا هنا في السعودية للاحتراف، ونوصل نلعب والناس تشوفنا وتدعمنا، والحمد لله قبل 3 سنين فتح الأندية وسويت تراي أوت في الهلال، ومن هناك كانت بدايتي مع الهلال. صراحة كل شيء، يعني الكورة شغف حب. يعني أنا صدق، أنت صادق، أنا تركت كل شيء عشان الكورة، حتى من زمان، حتى من قبل ما يكون في هلال، قبل ما يكون في كنت حريصة أن الكورة تكون جزء من حياتي. يعني هو الانتيريور ديزاين يعبر، انت تجلس تعبر عن نفسك، تعبر عن افكارك، تعبر عن تصاميم في التصاميم نفسها. بينما الكورة لا، الكورة يعني ما في تشابه او صلة ربط بينهم، بس الكورة يعني حبها طغى عن حب الديزاين. ايوه اكيد، يعني بالنسبه للملاعب، ايوه احنا لعبنا في ملاعب صغيره وملاعب كبيره، واكيد فرق اللعب، بس يعني التحركات في الملعب وهذه كلها، يعني وقراءه اللعب كلها جت بناء على الخبره. يعني المباراه الاولى الثانيه الثالثه، خلاص مع الخبره الواحد خلاص صار يعرف يقرا، هذه بتعطي، هذه ما راح تعطي، وين لازم اكون موجوده، وين اغطي. خاصه اني انا العب 6، يعني ال6 لازم دائما يكون مغطي. أحيانا ألعب 7 أو 8، 7 و8 كمان، حتى هو لازم يكون، يعني كلنا في الكورة لازم كلنا نغطي بعض. الصراحة روح العرفج والكوتش بوشعيبة. صراحة روح العرفج احتوتني. يعني فترة من حياتي كذا كنت أبغى خلاص أطلع من الكورة وخلاص، إلى متى؟ تعرف ما كان في السعودية معترفين بكرة القدم، بس لا، مسكتني واحتوتني وكملنا وطورت فيني مهارة وعقلتني يعني. والله الصراحة فخورة مرة، يعني أنا فخورة في كل اللاعبات. أنبسط لما أشوف لاعبة تحب كرة القدم وتضحي عشانها وتبغى تلعب. إحنا أول كنا نتمنى بس إنه نوصل لمرحلة إنه نلعب أريحية على الأقل. موجودين. بس ما بما أنك يعني بسم الله عليك خبير في كرة القدم، تعرف كرة القدم حظوظ، هذا اللي أقدر أقوله بالنسبة للنصر. يعني هم ترى على فكرة عندهم أسماء قوية والمدرب ما شاء الله عليه، حتى هو يعني من زمان وهو مع النصر. قبل كذا كان مع المملكة، اللي هم كانوا فريق المملكة. عندهم أسماء، يعني مو بس الحظ، بس كمان يعني اشتغلوا على نفسهم. والهلال يعني ما راح موجود. لا، في صراحة في تطور، في لاعبات ما شاء الله على مستوى، وفي بعض اللاعبات ترى ما أخذوا فرصتهم. يعني لو نعطالهم مثلا في المنتخب فرصة، أتوقع راح يثبتون وجودهم ويثبتون حتى في المنتخب أكثر. حاليا لا، أتوقع أنه كافي، لأنه في منافسة موجودة ومنافسة قوية، وغير كذا تبدأ يعني تستقبل خبرة من الآن، تاخذ خبرة من الحين، بعدين ممكن. أيوة، فكرة الاحتراف ما هي شينة. على حسب، في كذا وفي كذا، الناس ينقسمون نصين.
يعني في اللي كذا اللي أوف كيف لعبة كرة قدم أنت إيش يعني شلون ما يستوعبه. وفي ناس لا بالعكس أول ما تقول لهم لعبة أوه صدق ويلا يبدأ يسأل يبدأ أحكي لي إيش في كيف شلون أي تختلف من هنا من هنا. أحب أقلدهم والله أحب أقلد نيمار. بس لا أنا يوم كنت صغيرة أصلا كنت أحب كان عندي أكثر من آيدل. كان في هنري الغزال وزيدان طبعا. زيدان شفت المباراة حقته وأنا صغيرة كنت تابعتها أتذكرها حقت فرنسا يوم نطحة أوف أنا مرة حبيتها. بس فنيمار صراحة نيمار هو أحبه مرة. مصعب الجوير مصعب الجوير ما شاء الله عليه لو شايف كيف الحين السيزن هذا مع الشباب أبدع. من وجهة نظري أكيد المنافسة الرجالية يعني ترى يعني أنا لو أشوفها نفس الشيء لأنه هذا بين البنات وهذا بين الرجال كلهم يلعبون كرة القدم وكلهم يعطون نفس المستوى وكلهم قاعدين يعطون أكثر شيء عندهم فما أقدر أقارن بين الاثنين. قوة الرجل كمان ما هي مثل قوة الأنثى. أنا الصراحة لما كنت يعني زي ما قلنا أول كنا نلعب لسه ما كان الاعتراف ما كان في أحد معترف فينا وكذا كانت عندنا أمنية واحدة بس وكمان حتى هي أمنيتي يعني إني بس أحترف يعني كانت أمنيتي بس أحترف كرة القدم إنه أبغى أوصل للاحتراف. سبحان الله الحمد لله وصلت له. بس الحين صار في طموح أكثر يعني أبغى أخذ مثلا الدوري نفسي أخذ الدوري أبغى نوصل البطولات الكأس الاتحاد إن شاء الله إن شاء الله. على المدى البعيد يعني نخليها للبعيد. أيوة الحين التركيز على الدوري وعلى البطولات المحلية وبعدين يعني ممكن تدريب. إيه طبعا أشجعهم ممكن أنا أساعدهم وأحط هذه كل واحدة في مكان. أنا ترى كنت PE teacher للبنات وأولاد صغار فكنت دايما أي شيء أول ما تجي ماي كلاس على طول كورة يلا لعبكم كورة. الشدة المدرب لما يشد عليك أنت خليك كلاعب متيقن داخلك أنه هو شايف فيك شيء. إذا بس كذا قاعد مثلا يمزح معاك ولا طول الوقت ضحك وعادي غلطتي ما غلطتي يعني ما يعطيك الاهتمام الكافي يعني لا تحسين نفسك أوه أنا اللاعب الواو لا. لما أن المدرب يصرخ عليك يعني يوجهك كثير وتلاقين دايما اسمك على لسانه وانت ليش ما تسوين كذا ولا يهزئك ولا يعاقبك اعرف انه فيك شيء هو يبغى يطوره. وتشز انا هذا الشيء الصراحة هذا الاسلوب اللي بهذا الاسلوب انا تطورت. ايه اكيد ايه وصلت. بس كان لازم اختار يعني زمان اول كان لازم اختار ما بين اني اشتغل وخلاص يعني يا اشتغل يا العب كورة ما كنت اقدر اوافق بين الاثنين بحكم اني انتير ديزاينر فكنت خلاص راح اطلع من الكورة وفعلا ما لعبت كورة سنة كاملة. بس بعدين رجعت خلاص ما قدرت كيف حياتي كذا بدون كورة. ما اقدر. ايه اكيد صعب. ونفس القرار مرة ثانية جاني في قبل 3 سنين استقلت من الهندسة عشان الكورة يعني المرة الأولى ضحيت بالكورة المرة هذه ضحيت بالهندسة.